فرح محمد حوارات وآلاء، وانتقاد الناس للمرة التانية لنهال بسبب حضورها الفرح بلبس أبيض أو بفستان أبيض. أسئلة الناس الكتير عن حمدي ووفاء وعدم حضورهم وعدم نزولهم مصر وعدم حضورهم أفراح إخواتهم. رأي الناس في لوك سحر وقد إيه جميل ومحترم. أهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني إني أكمل. أول امبارح تمت فرحة محمد حوارات وآلاء على خير، وكان الفرح جميل جدا ما بين مؤيد وما بين معارض، بس أنا شايفاه الفرح حلو والفرح جميل، بس كان الناس ليها رأي تاني. أول حاجة شفناها في الفرح دخول العرسان على الفاير شو، ودي كانت حاجة غريبة بالنسبة لأفراحنا كمصريين. بعد كده لقينا الفرح زحمة جدا ودوشة جدا، ومفيش أي تنظيم للفرح لدرجة إن أنت عينيك ما تبقاش عارفة تشوف مين وتروح فين وتيجي منين. تنطيط الناس في الفرح بشكل رهيب لدرجة ان محدش كان واقف ثابت في مكانه، وكأن الناس واقفة على سوست او رمان بلي. كان في كمية تنطيط في الفرح غير عادية، الناس كلها كانت مهيبرة ما تعرفش في ايه. تاني حاجة شفناها ان اليوتيوبر كلهم الكبار حضروا الفرح، والتيك توكر الكبار، وده خلى الناس تقول اشمعنى في فرح حسن وما حضروش وفي فرح محمد حضروا، يبقى الناس بتحب محمد اكتر ما بتحب حسن. يا جماعة الانتقادات دي او المقارنات دي ممكن تعمل حزازية بين الاخوات من غير ما نعرف، سواء حضروا او ما حضروش، حضروا هنا ما حضروش هنا، نسبة الناس كانت هنا اكتر لا هنا اقل، دي كلها بتبقى حاجة حسب الظروف. الناس بتقدم الدعوة عامة للناس، واللي بيجي بيجي واللي ما بيجيش دي بتبقى ظروف ملهاش علاقة بالحب والكره. المقارنة دي ممكن تعمل حزازية بين الاخوات من غير ما نعرف، وخصوصا ان احنا شايفين قد ايه عيلة الحاج جابر ما شاء الله مترابطين وبيحبوا بعض واقفين في ظهر بعض. وشفنا قد ايه حسن ونهال كانوا مع محمد في كل حاجة، هو وآلاء ما سابوهمش نهائي في كل التحضيرات، في فرش البيت، في الحنة، في كتب الكتاب، في الفرح، فهم واقفين في ظهر بعض. بلاش المقارنات اللي ممكن تعمل حزازية بين الاخوات. فرح حسن كان منظم، لا فرح محمد ما كانش منظم. الحاجات دي بتبقى جاية كده بايلك مش محسوب لها، فهي بتبقى ظروف، محدش بيبقى مرتب، او ممكن يكونوا مرتبين لحاجة وفجأة بتحصل حاجة تانية. ده مش معناه حب لحد اكتر من حد او في حد منظم وحد مش منظم. تاني حاجة شفناها وكانت لافتة جدا للانتباه، هي حضور الشباب بالبدل السمراء زي العريس، برغم ان العريس في نص الفرح التاني غير اللوك، لكن اول طلة ليه هو والعروسة كانوا الشباب لابسين بدل سمراء، والبنات زي نيرة ونهال لابسين ابيض. وده خلى الناس تنتقد نهال للمرة التانية وتقول لا انتي كده بقى فعلا غيرانة من العروسة. اول مرة قلنا ممكن صدفة مش مقصودة تلبس اللي تلبسه، يا جماعة مش ضروري نركز في النقطة دي، لكن لما تحصل للمرة التانية ده بيخلي الناس تأكد ان في غيرة عايزة تخطف منها الانظار. كان ممكن يتلبس اي لون تاني. حتى يا نهال لو انت نيتك سليمة مش قصدك اي حاجة، الناس مش هتفهم كده، لان الناس ليها الظاهر. كان المفروض يا جماعة البنات تلبس ألوان تانية والشباب تلبس بدل بألوان تانية، لأن معروف عندنا في المجتمعات بتاعتنا إن العريس والعروسة لازم يكونوا ليهم طلة مميزة. ما ينفعش الشباب والبنات القريبين منهم يكونوا لابسين نفس اللون. حاجة كمان هنتكلم فيها وهو اللوك بتاع سحر، وقد ايه عجب الناس، وقد ايه الناس رأيها في سحر انها انسانة طيبة وجميلة ومحترمة، حتى برغم ان المستوى المادي اتغير او بقت في مجتمع تاني او مستوى تاني، الا انها ما تنزلتش عن حجابها ولا عن لبسها المحترم وبساطة لبسها. وفي المقابل كان في انتقاد لنهال وللعروسة ان هم مبينين نص شعرهم في الفرح وفي كتب الكتاب، ما بال ان هم في العادي هم محجبات. وبصراحة الناس عندها حق، ما ينفعش نبقى في العادي محجبين ولما نيجي نفرح نقلع الحجاب او نبين نص شعرنا. الفرح ما يمنعش ان احنا نلتزم بحجابنا ونرضي ربنا وفي نفس الوقت نفرح، دي ما فيهاش اي مشكلة.
اخر حاجة هنتكلم فيها وهو عدم حضور حمدي ووفاء للفرح بتاع محمد، وقبله كان فرح حسن، والناس رأيها ان هو في ايه اكبر من كده مناسبة ممكن ينزلوا لها مصر. طب يا ترى ما بينزلوش ليه؟ في مشاكل بينهم وبين العيلة او في حاجة تمنعهم ان هم ينزلوا مصر؟ وخصوصا ان ما كانش فيه كلام من حمدي ووفاء حتى في اي فيديو يباركوا لمحمد فيه، او ان هم شيروا اي حاجة او شاركوا اي حاجة. الموضوع كان فيه سكوت تام، حتى العيلة محدش فيهم جاب سيرة حمدي ووفاء. والناس رأيها ان البعد مش سبب او المدارس مش سبب برضو، ده فرح اخوه كان لازم ينزل ويحضر. هفضل اقولها في كل مرة، ما خلف الابواب اكبر بكتير من اللي احنا بنشوفه، وكل عيلة وليها اسرارها، وزي ما هقول وبقول هي اسرار بيوت احنا مش هنعرفها ومش هنتدخل فيها. بس كانت نيرة عاملة بس، وكانت وفاء حاضرة البث، وكانت منزلة مباركة للعريس والعروسة تقريبا بعد ما شافوا او عرفوا اراء الناس واسئلة الناس الكتير عنهم، وكمان نزلت صورة للعريس والعروسة على الانستا وباركت لهم عشان تقريبا يعني نمنع الكلام. ألف مبروك للعريس والعروسة، وربنا يتمم لهم بخير ويرزقهم الذرية الصالحة ويفرح قلب الشباب كلها يا رب. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.